اعتبرتنا حاليا في واحد من أكبر الأحياء في مدينة تطوان من حيث الكثافة السكانية، من بعد جبل درسة وجبل نزوة. حي طابولة. طابولة في لهجة تطوان القديمة هي شجرة التين، وفعلا أشجار التين كانت كتواجد بكثرة في موضع هذا الحي حسب الروايات الشفهية المحلية. كانت بدايات هذا الحي خلال فترة الاستعمار الإسباني على شكل قرية صغيرة أغلب سكانها من المهاجرين القادمين من قبيلة بني خنوس بجبال الريف الأوسط. مباشرة بعد الاستقلال اتسعت رقعة البناء شمال هذا الحي، ثم انتقل التعمير لجنوبه القريب من الطريق الرئيسية، خصوصا بعد تدشين مجموعة منازل ديور الشهداء في سبعينات القرن الماضي، ثم انطلاق مشروع مجموعة منازل ديور درسة خلال أواخر الثمانينات، ليصبح الحي فيما بعد أحد أكبر أحياء تطوان من حيث عدد الساكنة والمساحة.